نبتدي بحاجه النهارده الناس نامت وصحيت لقيتها. الناس ما كانش لا بيهم ولا عليهم، عارفين ان في 19 نوفمبر، انما ما يعرفوش ان في نصب تذكاري. بمعنى ادق، فجاه لقينا كل المواقع وكل الصحف بتنقل انه افتتاح النصب التذكاري لشهداء مصر في يناير ويونيو وابريل، ومحمد محمود والاتحاديه، كل شهداء مصر اللي سقطوا من يناير لحد اللحظه دي هيتعمل لهم نصب تذكاري في صينيه ميدان التحرير. وهنا جه السؤال الحقيقه الحائر اللي لحد دلوقتي ملوش اي اجابه. هو اتصمم امتى النصب التذكاري ده؟ واتعملت له اساسات امتى؟ واتبنى امتى؟ والمحاره اتحطت امتى؟ وورق الحيط هينزل امتى؟ الحقيقه انه الناس استقبلت الخبر بسخريه لا تليق مع فكره النصب التذكاري، انما تليق باللا منطق. انه خلال 48 ساعه نعرف انه في نصب تذكاري هيطلعوا بيه في وسط ميدان التحرير. النصب التذكاري او الميموريال زي ما الدنيا كلها والتاريخ عارفه وبلدنا عارفاه، هو بيبقى مبنى يخلد ذكرى شخص او حادثه. الدنيا كلها فيها مباني عريقه ومهمه ولها دلالات مش بس سياسيه انما شعبيه، يعني الناس بتتعلق بالنصب دي. احنا عندنا نصب الجندي المجهول، واحد من اجمل واذكى وافضل تصميمات للنصب التذكاريه. شوفوا وارجعوا للتاريخ، شوفوا نصب التذكاري الجندي المجهول ده اخذ وقت قد ايه ومسابقه قد ايه وتفاصيله بتقول ايه. فلما الناس فجاه يتقال لها ده احنا بعد بكره اللي هو دلوقتي بكره هيتم افتتاحها نصب تذكاري، لا لها حق ان هي مش بس تستغرب، انها تسخر مش من الفكره، من التلصقه، من المزحه، من الضحك على الدقون، ايا كان المسمى. مره تانية المساله ليست لها علاقه لا بالشهداء ولا بفكره تخليد حادثه او شخص. دي من الاساسيات الوطنيه اللي لازم مش بس نحض عليها نحتفي بيها. انما لما يتقال لنا في 48 ساعه هيبقى في نصب، لا ده يبقى مش نصب، ده يبقى نصب تذكاري.